السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في قناتي بيزوسات. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا حلوى الدواز اتاي. هي معروفه بزاف، كنسميوها حلوى ديال البوق. فبقوا معايا باش تشوفوا المقادير كذلك الطريقه، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه باش توصلوا بجديد الفيديوهات ديالي. فبالنسبه للمقادير، عندي هنايا ياغورت طبيعي، ما غاديش نستعمل العلبه كامله، غنستعمل غير النصف. وهنا عندي الفواكه الجافه، هنا يمكن لكم تستعملوا الفواكه اللي تتناسبكم. هنا عندي 3 فرماجات او 3 جبن مثلثات، عندي خماره وحده وسكر فاني، نصف كاس ديال الزيت، نصف كاس ديال السكر، و125 غرام ديال الزبده في حراره الغرفه. وهنا عندي الدقيق حسب الخليط. هنا اول مرحله غادي نضيف الزبده بعد ما قطعتها قطع صغار، وخاصها تكون في حراره الغرفه باش تسهل علينا في الخدمه. وغنضيف هنا الزيت، كنذكر نصف كاس ديال الزيت و3 القطع ديال جبن مثلثات. وغادي نضيف هنا سكر فانيلا، كيس واحد من سكر فاني ونصف كاس من السكر. وهنا غادي نضيف الياغورت الطبيعي، غادي نضيف هنايا غير نصف ديال العلبه. من بعد غادي نخلطهم مزيان حتى يولي عندي على شكل معجون. هنا يمكن لكم تخلطوه بايديكم اولا بالخلاط اليدوي، المهم تحصلوا على عجين متماسك تحصلوا على عجين بحال الشكل معجون. من بعد نبداو نضيفوا في الدقيق بالتدريج، وحنا كنضيفوا حنا كنخلطوا حتى ديك الزبده تختفي تماما. كيف كتلاحظوا معايا هذا هو القوام ديال العجين ما خصهاش تكون قاصحه بزاف وما تكونش جاريه بزاف، تكون ما بين وبين. هنا غادي نستعمل هاد الاداه البوق. هنا عندي الزيت غير باش يسهل عليا العمليه. كيف كتلاحظوا معايا غادي ندهن هذاك البوق بالزيت وناخذ شويه ديال العجين. كنذكر العجينه راه ملي غادي تجمعوا العجينه نتوما غتحسوا بها، ما تكونش قاصحه بزاف ما تكونش خفيفه بزاف. وغادي نشكلها على شكل وريدات كيف كتلاحظوا معايا. بالنسبه للسنان ديال البوق استعملت هذاك اللي سنانو عراض. كيف كتلاحظوا معايا كنشكلهم على شكل وريدات، وهكذا غادي نستمر حتى نسالي هذيك العجين اللي عندي كامله. هنا من بعد ما ساليت في التشكال ديال هذيك الوريدات كيف كتلاحظوا معايا شكلهم زوين. من بعد غادي نبدا نحط هذوك الفواكه الجافه نغرسهم في الوسط. يمكن لكم تستعملوا الالوان اللي عندكم، الفواكه الجافه اللي عندكم، لكم حريه الاختيار. وغنبقى هكا حتى نسالي هذوك القطع كاملين. من بعد غادي ندخلهم الفرن على 160 درجه، نشعلوا غير من التحت ما تشعلوش من الفوق، وخليوها حتى طيب. كيف كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالها. غير انفو طيب من التحت، ماشي بالضروره انها تحمر كلها، غير تبان لكم طابج من التحت، خليوها واحد شويه وصافي وخرجوها. كنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. وما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم الى الملتقى، وما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الفيديوهات ديالي.